ابو خالد قلت عندك خبر عن النصر قبل الفاصل، ان شاء الله يكون عن حاصري موضوع لنا بس ما يكون ايوه مكرر. حصري، ايوه حصري ممتاز. طبعا اكيد. اللي مفروض هو يكون. عشان انت الحين سمعت انت عشان تفضل. الله يضرب راس الشيطان يعني. شوي خلينا نقول يا حمد. يحب يحارش. حمد لا اقصد لا تكون زي خويك صرامي كله مضروب لا المعلومات. تغتاب الرجال. وين اغتاب؟ هذا مشهور، المشهور ما يصير عليه طيبه. تفضل ابو خالد. المعلومه انه طبعا نحن نعرف انه النصر قدم ايضا اللي هو الاحتياج الاحتياطي، انه في حاله رفض الاحتجاج الحالي انه طلب المواجهه مع الحارس في 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 اللجنه. المعلومه ان النصر معد ملف وثائقي. تقصد العروبه، احتجاج العروبه. ايوه احتجاج العروبه طبعا. نتكلم عن الاحتجاج وما عنده الاحتجاج هذا غير. لا في احتجاج ثاني الوحده. لا الوحده طبعا رفض الوحده ما زال استئناف. تفضل. اي طيب اللي هو بيخص العروبه انه يعد وثائق تدين اللاعب او تثبت، معنى ادق خلينا نقول تثبت ان اللاعب على راس العمل. النصر ايضا كمان بعض المعلومات انه في حال رفض العقد او رفض هذا عفوا الاحتجاج ايضا الثاني سيتم تسريب هذه المعلومات او هذه الوثائق الى بعض المصادر النصراويه او المنابر النصراويه اللي يتفرج عليها الناس. يلا هذه هي احتجاجاتنا ووثائقنا ورفضها. يعني النصر قاعد يضغط بشكل كبير جدا بس هذا شغل هذا شغل 2014 النصر يبغى 3 نقاط. ها ايوه النصر يبغى 3 نقاط دي. طيب انا رفضتها ولا سربت وش تستفيد؟ طيب هو بيستفيد انه هو يسرب قناعته اللي هو مقتنع فيها انه هذه الوثائق انه هذه تدين اللاعب وانه اللجنه رفضت. بيستخدم يمكن يستخدم اسلوب ضاغط او تبرير. طيب خلينا نفكر بصوت عالي شوي يا ابو خالد. نفكر بصوت عالي شوي. يعني هو كاتب انه انا يعني الوثائق اللي عنده تثبت انه الحارس ما زال على راس العمل. طيب نفكر بصوت عالي الحين. نقول ثبت انه الحارس فعلا احتجاج النصر صحيح. من اللي بياكلها؟ ياكلها حسب الخطوات او التراتبيه اللي عملها النادي. هل رفع عقد احتراف؟ هل اللاعب هو عسكري؟ هل اتى بورقه تثبت تفرغه للاحتراف؟ لا تركني من اللاعب. اللاعب يعني بالاخير يمكن يكون اخر واحد في هذه المنظومه. الاحتراف شلون سجلوا له؟ صار هو مرتبط في وظيفه. طيب يعني نتكلم نقول النادي جاب ما يثبت انه اللاعب ما يثبت. انا ما عندي سيستم. طيب انا كاحتراف انه متفرغ انه عنده خطاب مثلا اوكي النادي سوى عقد احتراف، هذه لجنه الاحتراف كذا جبت لي عقد احتراف انت مسؤول عنه هناك، انت تعرف انه هو مثلا يعمل او في قطاع لا يا حبيبي لا خليني اوصلها لك بطريقه ثانيه. انا الحين دخلت على السيستم انا كلجنه احتراف، وفي شيء اسمه تامينات، وفي شيء اسمه تقاعد، وفي شيء اسمه ارتباط وظيفي، وفي شيء هل هو متفرغ، هل هو عنده خطاب تفرغ. هذا المفروض عند لجنه احتراف قبل ما يسجلون. وهذه الأوراق اللي يكون رفعها النادي، هل رفع النادي ما يثبت احترافية اللاعب فعلا والتزامه وانضباط؟ يا عزيزي أول شيء النادي عنده اللي هو الحضور الغياب للاعب المحترف. صحيح. هذا مثبت يكون عنده موجود. لا يمكن اللاعب مرتبط بقطاع عسكري في النوبات الليلية والنهارية وفي مباريات في معسكرات في الفريق وتنقلات ويكون يشتغل يعني ما استوعب انا انه اللاعب ممكن في قطاعين حساسه، قطاع كروي في واضح امام الناس والظاهر، وقطاع عسكري. بعدين لا تنسى اللاعب اصلا ينتمي الى مدينه كلهم يعرفون بعض. هل هذا عسكري ولا هل هذا لاعب فعلا محترف ولا هو يلعب في الجهتين؟ سؤال اذا كان العكس صحيح اللي هو حوزه النصراويين، كيف حدث هذا الخطا الفادح؟ حقيقه يعني اقول انا لو حدث فعلا هذا الشيء حاجه صراحه مشوهه للاحتراف. ولكن اذا ثبت العكس حقيقة نحن نشكر العروبة أنه قدم ما يثبت أنه لاعب فعلا لاعب محترف متفرغ. بس أكيد أنت قلت إذا ما قبلوا لجنة الاحتراف الاحتجاج أو ما قبل الاحتجاج يسربون الوثائق. قال النصر أمس ذكر في بعض الوسائل الإعلام أنه عنده احتجاج احتياطي أو طلب اللي هو يتضمن المواجهة المباشرة مع الحارس، يعني مواجهة النصر بحضور اللجنة. أنا المعلومة اللي عندي أنه فعلا هذا إذا حدث النصر، هذه معلومتي أنه النصر محضر وثائق تدين او تثبت انه اللاعب على راس العمل موجود. طيب. في محترف في نادي العروبه.
نادي العروبة يا جماعة الخير رد على احتجاج نادي النصر اليوم الخميس. طبعا كانت المهلة اليوم يا اخوان، وهذه النهاية، اذا ما ردوا يتم اعلان القرار. لكن نادي العروبة رد، ويا ليته ما رد، مع احترامي الكامل. تخيلوا نادي العروبة ارسل سندات ان اللاعب منتظم في التدريبات، واللاعب كان في المعسكر، واللاعب يلعب المباريات. لم يكتب العروبة اي شيء خارج النادي، يعني ما كتب انه غير موظف، ما كتب انه موظف على راس العمل. تجاهلوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع اللي يؤكد لك ان نادي النصر واضح انه احتجاجه سليم. وانا شخصيا متاكد باذن الله تعالى دام هذا الكلام اللي طلع من الرياضيه انهم وثقوا سجلات حضوره وخروجه من التدريبات وشاركته في المباريات، انا مش محتاج. ندري ان اللاعب بالفريق، وندري ان اللاعب لو انه مو كويس بالتدريبات ما شارك مع الفريق بالمباريات. فعشان كذا يا اخوان باذن الله احتجاج نادي النصر سليم، وانا راح انزل لكم جميع الاشياء او المستندات اللي نزلها نادي العروبه اذا في اخبار من مسؤولين ومصادر بتكلم عنها يا اخوان. حياكم الله في البرنامج الاصفر، طبعا متواجد هنا ودائما اتكلم، دائما تحديث انزل هنا بالبدايه. لكن هذا الخبر تم رد العروبه، وعشان كذا تكلمنا بهذا الموضوع. وباذن الله تعالى من هنا اقول لكم مبروك جمهور النصر كسب الاحتجاج. اذا هذا الكلام بس، ما في شيء ثاني مخفي، ننتظر ونشوف. في اخبار حلوه، اخبار كويسه. الاحتجاج اللي نادي النصر قدمه على حارس نادي العروبه رافع الرويلي اتقبل، والجهه المختصه امهلت نادي العروبه ورافع الرويلي 48 ساعه علشان يثبتوا عكس الكلام اللي نادي النصر قدمه. يعني ايه؟ يعني نادي العروبه قدامه 48 ساعه ولازم يثبت ان رافع لاعب محترف، مش شغال شغلانه تانية غير ان هو حارس كره قدم. ولو اثبتوا عكس كده نادي النصر هياخد ال3 نقط. مش دي المشكله، المشكله ان رافع الرويلي نزل بديل في مباراه العروبه ودمق اللي انتهت بفوز العروبه 2-1. ده برضو معناه ان العروبه الماتش اللي كسبه قدام دمق ممكن ال3 نقط بتوعه يروحوا لدمق. مش عارفين اللي ممكن يحصل، هما 48 ساعه وهنعرف كل حاجه. عملت ايه يا رافع في نادي العروبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. رسميا لجنة الانضباط بترفض احتجاج نادي النصر على مشاركة اللاعب رافع الرويلي شكلا وموضوعا. خلاص الاحتجاج بتاعك بله واشرب ميته. كان في امل في 3 نقط ولكن مفيش حاجة. انا عندي سؤال بس، هو ليه نادي العروبة رفض ان هو يضم اللاعب امبارح امام نادي الاتفاق لما هو وضعه صحيح؟ تاني حاجة بقى، احنا مقدمين الاحتجاج يوم 1 مارس، النهاردة 9 مارس، قعدت 8 ايام عشان تطلع تقول لي انا رفضت الاحتجاج؟ 8 ايام سايبني احلم وفي 3 نقط وفي الاخر تقول لي انا رفضته؟ ليه كده؟ يعني ليه العشم وسايبني احلم و3 نقط؟ ليه؟ وجاي بكره عندي ماتش مهم امام الاستقلال، هو انتوا بتضربونا؟ بتستنوا الوقت عشان تضربونا فيه؟ طالعين ده قبل الماتش المهم. ليه كده يا جدعان؟ ليه كده بجد والله؟ ضرب من كل الاتجاهات، من كل حته في ضرب جاي من النصر، مفيش خبر حلو. عليه العوض ومنه العوض. طيب عاجل يا اخوان، عاجل يا اخوان. لجنة الانضباط ترفض رفض تام احتجاج النصر المقدم على رافع الرويلي. يعني تقول لك تم قبوله موضوعيا ولكن شكليا ما ادري ايش فيه. تحس نفسك في متاهة قوانين ما ادري من وين يجيبوها وودوها، والله العظيم بس على ربك يا رجال. بس الحلو في الموضوع يقول لك ايش؟ لجنة الانضباط شالت الفلوس حقت النصر اللي رفعت فيها الشكوى حطتها في الاتحاد. بس هذا الكلام زعل الملحم يا عيال، زعل الملحم. الملحم على طول يقول لك ايش؟ ان ملفنا ليس ازرق، يهاجم هجوم كامل المسحل والاتحاد ويتعلل بذلك ان ملفنا ليس ازرق. لو كان ازرق يعني هلالي كان قبلته الاحتجاج. يا مساء الخير، تقبل الله صيامكم وقيامكم. طبعا بخصوص احتجاج نادي النصر في نص موثوق يا جماعة الخير من رابطة المحترفين للدوري السعودي والخاصة في الدوري السعودي والاتحاد السعودي. هذا النص بحط لكم. طبعا هذا النص موجود ان اللاعب السعودي اللي يلعب في دوري المحترفين يكون متفرغ لكرة القدم بس الناديه، لكن رافع الرويلي حارس نادي العروبة غير متفرغ، لديه عمل آخر ويلعب مع نادي العروبة ويعتبر لاعب هاوي يحب كرة القدم. فعشان كذا يا جماعة الخير هذا النص لازم النصر يكمل عليه وما يخلي حقه. بصراحة نتكلم، ندري أن النصر سيء
ندري ان النصر ممكن ما يحقق دوري، ممكن انه بس عاد لازم تاخذ حقك، ما تخلي حقك يروح بسهوله، ويمكن من هنا تبدا الفريق يصحصح ما تدري، بس لك حق خذه ما يحتاج. عاد هذا الكلام لازم ما نعلمه اداره نادي النصر، فننتظر الخبر الرسمي باذن الله تعالى. انا متفائل بخصوص الاحتجاج، وباذن الله يتم قبول احتجاج و3 نقاط النادي النصر، ويصير بين الهلال والنصر نقطه، يعني النصر فرق نقطه مع الهلال. كل التوفيق. وطبعا اي تفاصيل او تحديثات جديده خلال من صحفيين او رسميين بننزل في البرنامج الاصفر، بعدها بالرسمي بنتكلم هنا، لكن تعالوا بننزل لكم بعض المصادر والاشياء اللي راح تصير خلال الموضوع هذا. نادي النصر السعودي قدم احتجاج على نادي العروبة على حارس المرمى رافع الرويلي بحكم ان اللاعب مسجل كلاعب هاوي وليس كلاعب محترف. يا شباب لو اتقبل الاحتجاج يا شباب ال3 نقاط بترجع للنصر السعودي. الكلام كبير يا جدعان لدرجه ان حارس المرمى بتاع نادي العروبة عمال يحذف التغريدات بتاعته من على صفحته. شكلها بركات رمضان يا جدعان، شكل في حد وزع تمر، في واحد نصراوي بيعمل خير كتير يا جدعان، شكلها الدعوات. هننتظر نتيجه الاحتجاج وربنا يسوق لنا ال3 نقاط باذن الله.